أما الذي كنا سنذكره فهو مسألة تقبيل اليد، ويعترض بعضهم على ما ورد في السنة والعياذ بالله تعالى. أخرج أبو داود وغيره عن وفد عبد قيس أنهم لما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلوا فوق يده وفوق رجليه، وهيئة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس أو يقف، وفي جلوسه أو وقوفه كان الناس أدون منه، فبعضهم وهو داخل يقبل على يده أو على قدمه من غير هيئة السجود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكثروا عليه السؤال كما هو في البخاري، أصله في البخاري وليس لفظه، فغضب حتى قام وقال: سلوني ما أردت. وهنا نزل قوله تعالى: يا الذين لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فقام رجل يتكلم فيه، بعضهم بيلسن عليه: انت مش ابن ابوك، اسمه عبد الله بن حذافة. قال: من ابي يا رسول الله؟ قال: ابوك فلان. في حد تاني عايز يقول حاجة؟ هتشفوا كلكم دلوقتي. فعلم عمر انه قد غضب صلى الله عليه وسلم فقبل فوق رجليه، يعني هو واقف على المنبر كده، فسيدنا عمر تحت، فراح طابع له واحدة على رجليه عليه الصلاة والسلام، فقبل فوق رجليه. ابن معاذ الأنصاري، سيدنا رسول الله بيعلمنا، ما هو سعد بن معاذ المشهور، واحد تاني رآه. أصل سعد بن معاذ المشهور كان سيدا في قومه غنيا، قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، كان حاجة تانية، كان زي ملك كده. لكن سعد بن معاذ الأنصاري ده واحد تاني سميه، كان عامل، فإيده كلها خشنة، فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذه يد يحبها الله ورسوله. ونبه ابن حجر في الإصابة على أن سعد من هذا ليس هو سعد بن معاذ المشهور اللي هو إمام أهل الأنصار خضرا. أنس بن مالك بن عباس، أنس قابل ابن عباس فقبل فوق يديه. قال: ما هذا يا أنس؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل البيت. فنزل ابن عباس من على الدابة اللي كان عليها وقبل فوق يد أنس. قال: ما هذا يا ابن عباس؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء. أنا مش عارف الخبلان السنجلينة اللي أصاب بعض المسلمين، يعني طب ما هو الكلام ده يعني جايبينه في الصحافة النهاردة من الأهرام والأخبار والجمهورية، ولا الكلام هذا مروي؟ أمال إيه الحكاية؟ إيه الحكاية؟ ده أنت ابن الأعرابي ألف كتابا في القبل، ابن الأعرابي في القرون الأولى الخيرية. أبو بكر ابن المقري كان مقرئا، أبو بكر ابن المقري له جزء في التقبيل، أوردوا فيه بقى حاجات بقى، القبل على الخد والقبل على الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون لما مات وقال: هذا أخي، ووضع عند قبره صخرة عظيمة وقال: أعلم بها قبر أخي أدفن إليه. يعني في بركة، يعني قبر عثمان بن مظعون ده حاجة حلوة أوي، الواحد يتمنى لو دفن جنبه كده في حضنه. إيه يا إخواني؟ إيه اللي حصل؟ الحلاوة دي كلها عايزين ياخدوا عليها لمتمنى. الحكاية جافة قوي ليه كده؟ في ايه؟ فضل ربنا واسع. جعفر لما وصل من الحبشة قام النبي وعانقه وقبله. ام قرفة، كان في واحدة اسمها ام قرفة مجرمة من المجرمات. ام قرفة دي قرفها الله، عدت ناس كده اهو من بني فزارة علشان يعتدوا على النبي عليه السلام، فبعت لهم زيد بن حارثة. زيد بن حارثة راح قتلهم كلهم بما فيهم ام قرفة، ذبحهم. وجاء خبط على الباب فعرف النبي ان زيدا قد وصل، فقام وفتح وعانقه وقبله، فقبل فوق يديه. زيد قبل فوق يد النبي عليه السلام، قال له: خلصت منهم ام قرفة واللي من المقروفين بتاعي. ايش هذا يا اخوان؟ لا، احاديث اخرجها
أئمة الإسلام أبو داود والترمذي والطبراني وابن شاهين وابن الأعرابي وابن جرير الطبري والبيهقي أئمة الإسلام. فما الحاصل يعني؟ إيه اللي حصل؟ لما نمسك بقى واد منهم يقول لك رسول الله عليه السلام قالوا يقابل أحدنا أخاه يا رسول الله. أيوة أخاه، لكن أبوك بوس فوق إيديه، واحد من أهل الصلاح بوس فوق إيديه، واحد عالم بوس فوق إيديه، ما يجراش حاجة. احنا قلنا لك بوس فوق ايد الخلق كلهم، كل ما تشوف واحد تبوس فوق ايديه حتى ما يبقى لهاش لازمه، ما يبقى لهاش اعتبار، يعني يبقى خليتها طحينه ما حاجاش. ما هو الحديث صحيح، يلتزم يقبل يركع له مش عارف ايه، قال لا يصافحه، ماشي صحيح كده، بس ايه علاقه ده بجواز التقبيل؟ لا شيء. اذا فين المنهج بقى؟ المنهج ان فيه شعور عام لمحاولة القضاء على القداسة. ادي المنهج اهو. جاي منين ده؟ جاي من العلمانية. اساس العلمانية القدح في القداسة. قداسة يعني ايه؟ يعني شيء عظيم كده، وبيقدحوا ليه فيه تحت دعوة ايه؟ دعوة انه شرك. فقدحوا في التبرك، وقدحوا في التقبيل، وقدحوا في كل حاجة فيها قداسة. طب ودي القداسة نعرفها احنا في ديننا يعني؟ ولا والعياذ بالله حرام؟ لا نعرفها في ديننا، ده احنا بنقدس الكعبة. الشعور اللي في قلبك تجاه الكعبة دي ايه؟ ما أشد حرمتك على الله، ما أشد حرمتك على الله. الحرمة، القداسة دي اللي هي باللغة بتاعتنا الإسلامية الحرمة. هات مصحف كده، خلي واحد يجيب مصحف كده ويجي رميه طول ايده، واحد من هناك كده يقول له هات لي المصحف، فيجي معطيه له كده ورموه له كده، هتعملوا فيه ايه؟ هتقوموا عليه تفرحوه. ليه؟ عشان المصحف ده ليه حرمة. حتة ورق مكتوب فيها كلام؟ لا لا، مش حتة ورقة مكتوب فيها كلام، لا. العلماني يشوف كده كتاب زي ألف ليلة وليلة. لا، احنا حاجة وهم حاجة تانية في الحتة دي. ده احنا بنلبسه واحنا متوضيين، ده احنا ما نطبعوش الا لما المشايخ يمققوا عينيهم في الهمسة واللمسة. ده احنا لو عمل حد كده يخرج من الملة لو اهان المصحف. ده احنا ما نحطوش وفوقيه كتاب. ده لو وقع مننا لا قدر الله خطأ نشيله بسرعة ونبوسه ونحط. اسمه ايه ده؟ اسمها الاحترام، الحرمة. مين اللي بيقول ما فيش حرمة؟ العلمانيين. احنا عندنا النبي، تخيل كده النبي جه هنا كده، هتعمل ايه يعني؟ تصور كده اذا كنت انت حفيانة يا عينك يا عيني رجليك عشان تشوفه في المنام، تخيل كده النبي ركب عربية كده الناس هتشيلها. اذا كانوا شالوا عربية شيخ الازهر في الباكستان، راح هناك الشيخ جاد الله يرحمه شالوها، شالوا العربية وهو جوه لانه شيخ الازهر. طب كانوا يعملوا ايه مع النبي بقى؟ طلحة عمل ايه؟ ام سليم بنت ملحان عملت ايه؟ لا اضرب، خليني انا درع كده خلاص. النبي حرمة. اذا فدي اللي بيسموها ايه؟ التكبر، قضاء شيئا فشيء. يبقى الكعب بيت من البيوت. الله، ما تيجي نعليه شوية كده ولا نقصره شوية ولا نهده ونبنيه كل سنتين علشان ندخل ديكور جديد فيه، والقرآن نضيف فيه ونحذف ونعمل كده. مقالة اكتوبر اللي فاتت بيقول لك انهم عايزين طبعة جديدة من القرآن ومنقحة. والتبرك حرام، والقبلة حرام، والزيارة الأولياء حرام، والتوسل حرام، حرمت عليكم عشتكم. من قال هذا؟ كل حاجة عايزين نسأل عنها نرجع للكتاب والسنة. اللي في الكتاب والسنة نأخذ به، واللي مش في الكتاب والسنة ما نأخذش به. أما اللقطة دي بلاش منها.
والله تعالى أعلم. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا إلى أقوم طريق، علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجمعنا على الخير واهدنا